سيادنا السلام عليكم. هنا عندنا واحد المناظرة بين مجموعة من الفلاسفة، 5 فلاسفة جالسين في واحد القهوة قديمة، كل واحد قدامه كاس اتاي وكياكل حلوى. جون لاشولي مقفهر ومزرب. اسيدي راه هوية الشخص ماشي شي حاجة ثابتة، كل نهار كنعيشو ذكريات جداد وكيتبدل طبعنا شوية بشوية. سيغموند فرويد كيشرب اتاي كيهز عينيه للسما. لاشولي اش كدوي؟ راه الهوية ديال الانسان بحال معركة في دماغه، الانا الاعلى والهو دايرين حرب 24 ساعة على 24، شي تيبغي يضرب في الشي. جون لوك كيضحك ومبرع. هارو اتاي الله يرضي عليكم، انا اللي نقول لكم الحقيقة، الهوية هي في الذاكرة ديالنا والاحساس ديالنا براسنا. اللي عنده ذاكرة وعقل هو راه باقي هو. روني ديكارت مقفهر ومعصب. شنو؟ لا راه كاين غير حاجه وحده اللي كتاكد لينا الهويه، التفكير. انا كنفكر اذا انا موجود وباقي انا هو انا. برك من الفهمات الخاويه. ارثر شوبنهاور مسرح رجليه متهكم. اش من تفكير ولا ذاكره؟ الاراده هي كل شيء. الاراده ديالي ها هي واقفه وصامده وما كتبدلش، واخا الدنيا كلها تدور بحال شي طاحونه. كلهم كيبداو كيهضروا في بعضياتهم، وكتبان واحد الناديلة كتجيب ليهم صينية فيها برة اتاي والحلوى. وانت فين كدر راسك؟ ثابت ولا متبدل؟ قولوا لنا في الكومنتيرات.